السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة شيماء بيوتي. اليوم إن شاء الله غادي نحضر معكم كيك يومي بامتياز، سهل في التحضير، مكونات ديالو بسيطه واقتصاديه، كيجي خفيف ومعلك في المذاق ديالو، واهم حاجه انه سهل في التحضير ما كياخذش نهائيا الوقت وجد اقتصادي. نتمنى انكم تجربوه وينال الاعجاب ديالكم. اللي جرباتو تخلي لي في التعليقات كيفاش جاها. ما تنساوش تشتركوا في القناه باش توصلوا بجديد الوصفات. ايضا ما تنساوش تدعموني باللايكات ديالكم. بقاو معايا تشوفوا الفيديو تاع الاخير باش تشوفوا المقادير وطريقه التحضير وفرجه ممتعه. انا هنايا غادي نجيب واحد الاناء وغادي نخدم فقط بالخلاط اليدوي. نتوما بغيتيو تستخدموا الخلاط الكهربائي او لا كاس الخلاط، الاختيار كيبقى ليكم. غادي ندير البيض كما قلت لكم. الا كان عندكم البيض كبير فديروا فقط 2 ديال البيضات. انا هنا عندي البيض متوسط فدرت 3. فهاد الاثناء راني راده الفران كيسخن على درجه حراره 180. غادي نزيد كيس ديال سكر فانيلا ما يعادل 7 غرام. ممكن انكم تعوضوهم بالفانيلا السائله او لا تحكوا واحد الليمونه او لا برتقاله تحكوا القشور ديالها. غادي ندير كاس ديال سكر سنيده، ودائما العبار بكاس الشاي المغربي او لا كاس العنبه، القياس ديالو 160 مليلتر. غادي نخلط البيض مزيان مع السكر والفاني تيرجع لي خليط متجانس. كنحاول انني نخلط البيض مزيان حتى كيتشكلوا لي فيه فقاعات، ومن الافضل ان البيض يكون بحراره الغرفه باش دغيا يبدا يطلع لكم. هنايا غادي نزيد كاس ديال الزيت، كاس ديال عصير ديال البرتقال، ودائما مع التحريك المستمر. غادي نزيد الكاس الاول ديال الطحين، وبالنسبه للطحين فسبق لي وغربلته. ضروري اي حاجه ناشفه كنغربلوها. زدت الكاس الثاني، ودائما الطحين على حسب النوعيه ديال الطحين اللي عندكم. انا هنايا درت 2 ديال الكيسان ونص، يعني مازال غادي نزيد نص كاس حيت 2 ديال الكيسان بقات الكيكه خفيفه اكثر من القياس. غادي نزيد 2 اكياس ديال خميره الحلويات ما يعادل 16 غرام، او لا 2 ديال المعلقات صغارين يكونوا ممسوحين. كنخلط مزيان حتى كيرجع لي خليط متجانس. كما قلت لكم انا هنايا غادي نزيد نص كاس ديال الطحين حيت الخليط بقى خفيف. ودائما كتختلف من نوعيه ديال الطحين لوحده اخرى. نتوما ممكن انا غير 2 ديال الكيسان يقدوكم. اهم حاجه انكم تهزوا يديكم بخيط واحد، ما تكونش خفيفه اكثر من القياس، وايضا ما يكونش كيتقطع، ما خصهاش تكون ثقيله. كنخلط الخليط ديال الكيك حتى كيبداو يتشكلوا فيه فقاعات، باش هكا كتاكدوا ان الكيكه ديالكم غادي تجيكم خفيفه وهشيشه من الداخل. هنايا جبت مول مثقوب من الوسط، وديروا اي شكل ديال المول كتفضلوه. دهنته بالزبده ورشيته بالدقيق. غادي نفط داك الدقيق اللي كيكون زايد، وغادي نخوي مباشره الخليط ديال الكيك. حاولوا انكم تهزوا يديكم فاش تكونوا كتخويوه باش هكا الهواء كيدخل لكم في الخليط ديال الكيك، وكتطلع لكم الكيكه ديالكم مزيان، وكتجي ايضا هشيشه وخفيفه من الداخل. غادي ندخل الكيكه طيب على درجه حراره 150. كما قلت لكم رديت الفران سخن على درجه حراره 180، ومن بعد نقصتلو ل 150 باش هكا الكيكه كطيب لنا على خطره. كنشعل عليها فقط من التحت، وهي فاش كطيب كتاخذ لكم اللون الذهبي من الفوق ومن الجناب، يعني كاملين. ما كنحتاجش نهائيا انني نشعل عليها من الفوق.
هنايا من بعد ما طبت لي الكيكه غادي نوجد الصلصه ديال البرتقال اللي غادي نديرو من الفوق. عندي تقريبا كاس ديال عصير ديال البرتقال، صفيته باش هكا داك الحبيبات اللي كيكونوا اولا يعني هكا داك القشيرات الصغيورين اللي كيهبطوا لنا ما يجيبولناش الصلصه ديالنا مره. ضروري انكم تصفيوه مزيان وفي شي صفايه تكون رقيقه. غادي ندير سكر سنيده على حسب البرتقال واش عندكم حلو او لا حامض. انا هنا كان عندي حامض شويه فتقريبا درت واحد 4 ديال المعالق ديال السكر، ودرت معلقه كبيره ديال الكاسترد اولا ديال لا كريم باتيسير. اللي ما كيتوفرش عنده البودره ديال لا كريم باتيسير فيدير يعوضها بمايزينا اولا النشا. كنخلطها مزيان ومن بعد غادي نديرها فوق نار هادئه مع التحريك المستمر حتى كتبدا تعقد. ما توقفوش نهائيا من التحريك باش ما تلصق لكمش الكريمه في القعر ديال الكاسرونه. ضروري انكم نتوما كتحركوا هي كتقصاح، وما تخليوهاش ايضا تقصاح اكثر من القياس باش هكا الكريمه تبقى لكم رطبه في فمكم اولا في الملمس ديالها تبقى رطبه ما تجيناش قاصحه. هنايا الكيكه عفوا كتكون على هذا الشكل هذا، وايضا الكريمه فراني حيدتها من فوق البوطه. شوفوا معايا كيفاش كتنتفخ. انا هنايا خليتها حتى بردات عاد قلبتها. اهم حاجه انها سهله يعني دغيا وجدات بسرعه كتوجد، وفي نفس الوقت كتجي جد راقيه في المنظر ديالها وخفيفه كما كتلاحظوا معايا. صافي هنايا غادي نجيب داك الصلصه اللي درنا. كما لاحظتوا معايا انا خليتها هنايا رطبه وخفيفه، ما خليتهاش تعقدت اكثر من القياس باش هكا تجينا خفيفه في المذاق ديالها ما تجيش قاصحه وعقده بزاف. غادي نوزعها فوق الوجه ديال الكيك. ومن بعد غادي نزوقها هكا شويه باي حاجه كانت كتوفر عندكم. اللي متوفر عندكم ديروها فوق منا. انا هنايا غادي ندير فوق منا شويه ديال حب مملوك، ومباشره غادي نقطع لكم باش تشوفوا الشكل ديالها النهائي. نتوما ضروري انكم تخليوها تبرد على الاقل واحد 15 حتى 30 دقيقه باش هكا الكيكه ديالكم تبرد وتشد راسها مزيان حيت كتكون خفيفه بزاف، وايضا حتى الكريمه اللي درتيو من الفوق تبرد. هنايا كما كتلاحظوا كيفاش كيكون الشكل ديالها النهائي. صراحه جات جد راقيه وفي نفس الوقت جات بنينه في المذاق ديالها، واهم حاجه انها خفيفه. انا هنايا غادي نقطع لكم باش تشوفوا الشكل ديالها كيفاش جا من الداخل. وكما قلت لكم رشوا عليها اي حاجه كانت كتوفر عندكم، اللوز ايفيلي، اللوز كونكاسي، على حسب اللي متوفر عندكم. شوفوا معايا كيفاش كتجي من الداخل خفيفه وهشيشه. نتمنى انكم تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم. اللي جرباتها تخلي لي في التعليقات كيفاش جاتها. ما تنساوش تشتركوا في القناه باش توصلوا بجديد الوصفات. ايضا ما تنساوش تدعموني بلايكات ديالكم. خليتكم على خير والى وصفه اخرى ان شاء الله.